إن لله وإنا إليه راجعون. رحل عن عالمنا الآن المطرب المصري وأحزن مصر كلها والوطن العربي بوفاته، خصوصا إنه ما استحملش فراق مراته بعد وفاتها. النهارده مصر كلها حزينة على رحيل أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية، اللي توفى عن عمر يناهز 79 سنة بعد صراع طويل مع المرض. واللي أعلن خبر الوفاة ابنه محمد عدوية على صفحته الرسمية وقال: إن لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله. والجمهور كله بدأ يترحم عليه ويفتكر أيامه وأغانيه اللي مستحيل تتنسي. عدوية اللي بدأ رحلته في السبعينات كان واحد من أهم نجوم الغنى الشعبي، وقدم لينا أغاني مش بس سمعت في مصر، دي سمعت في كل الوطن العربي، زي بنت السلطان وسلامتها أم حسن. وكمان كان ليه حضور في السينما وشارك في أفلام كتير زي البنات عايزة إيه، وكان دايما بيضحكنا بصوته وأدائه المميز. السنة دي كانت صعبة جدا على أحمد عدوية بعد وفاة زوجته ونيسة أحمد، واللي كانت شريكة حياته وسنده طول السنين، واللي من حزنه عليها أثر عليه جامد، وده ظهر على حالته الصحية. أما عن الجنازة والعزاء، فالجنازة هتتعمل غدا في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والأسرة دعت كل الناس اللي بتحبه للحضور وإنهم يدعوا له بالرحمة والمغفرة. النهارده بنودع رمز كبير في الأغنية الشعبية، واحد محدش يقدر ينسى صوته وأغانيه اللي هتفضل تعيش معانا، ربنا يرحمه ويغفر له.